بالله اتفضل. اقسم بالله يا جماعه ان انا اللي قلته ده. انا استاذنت الاستاذ طه إن اطلع، بس قسما بالله نص اللي حصل، الباقي كله مع المستشار طه، وهو محاميها يقول اللي يقوله ما يقولش اللي ما يقوله، دي حاجته هو. انا لا يا قلت باشا، الخطوط العريضه. احنا هنكتفي بهذا القدر يا محمد بيه، ولو ان انا والله ما كنت عاوز اصرح بحاجه، ولكن عادي حضرتك طمنت الناس. الجزئيه الثانيه، الولد اللي كان داخل هنا من شويه المختل ده المريض النفسي ده، حضرتك ضروري برضو ايه يعني، بكره. زي ما اتفقنا كده باذن الله. اكيد اكيد يا باشا وخد اكيد. حضرتك، خدنا سكرين من التعليق بتاعه، هنبعته لحضرتك برضو عشان نشوف هو مين اصلا. لا ده هو دخل على على الواتساب، بعت لي لا احنا حاجات، عايزين وهقلب الرأي نفهم ده العام ده مين كله اصلا هيتقدم. ده. اه. ده اللي كان بيدعو الناس للتجمهر برضه، وكان بيقول، كان بيجمع برضه وبيستفيد على حس قضيتها وحاجات كتير كده. ده عايزين نعرف مين ده اللي كان بيسيء لوزارة الداخلية والضابط بالزي الرسمي وحاطط صورته وراه. عايزين نعرفه ده مين يعني. عيني عيني بكره بامر الله انا. لا مش و نعرفه، نتحرى عنه يعني. لا لا هم زي ما يتحروا. اتفقنا، زي ما اتفقنا ان شاء الله. تمام. تمام. طب في حاجه لفار الاعلام ممكن نقولها ولا انت تقولها؟ واللي حضرتك حابب تقوله اتفضل. فار الاعلام، حضرتك تم الكشف عليك وهم منتظرينك عشان تزور مروه عايزاك تعمل معاها لقاء جوه القسم. اتفضل يا معالي المستشار. الله يزيد فضلك يا محمد بيه. بالنسبة للجزئية اللي حضرتك ذكرتها اللي هي الخاصة بالبلاغات، فأنا زي ما بلغت حضرتك، أنا كده كده تمام متقدم ببلاغ سابق للبلاغ ده بخصوص نفس الاتهامات الباطلة دي. تمام. وضد تمام يا هنادي فندم. برضه، وضد هنادي برضه، نعم. كواحدة من ضمن الناس اللي نشروا الشائعة دي بدون سند وبدون دليل، وأفشوا طبعا بعض الأسرار المتعلقة بالقضية، ناهيك طبعا حضرتك عن الإهمال وحاجات أخرى نحتفظ بيها دلوقتي إن شاء الله. ولكن أنا الحمد بطمن لله. الناس يعني، ما تقلقوش من حاجة، ما تقلقوش من حاجة. والله الجملة اللي أنا قالت لو الأستاذ طه حاسس إنه هيتضر بسببي أو نهائيا يتعمل فيه زي ما عمل يا وبعد، ما محمد بيه، هختار محامي يا تاني غير محمد من بيه، المحكمة. يا محمد بيه، اتفضل اتفضل. نهائيا المستشار طه الزجلاوي بفضل الله عز وجل وحده ما بيخافش من حد، وما بيعملش حساب إلا للمولى عز وجل. وأنا ونعم أقدر بالله. أفند البلاغ وأرد على جزئية جزئية، ولكن أنا سايب كل حاجة لوقتها. تمام. نعم. فحضرتك خلينا الموضوع ده يبقى مفاجأة بعدين إن شاء الله. تمام تمام. أنا بس بفهمهم عشان ما واقول يفضلوش يلفوا برضو ويدوروا. حاجه، اقول برضو حاجه. اتفضل اللي يا كان فندم. بيدعي امس ان هو طبعا يعني ذكر بعض المصطلحات في البلاغ لان دي مصطلحات قانونيه، وهل نشر البلاغ فادك يعني فادمره؟ حتى لو انت استخدمت المصطلحات القانونيه وبتكذب وبتدعي ان ده يعني لان ده بلاغ رسمي، طب بتنشره ليه؟ بتنشره ليه وهو بالصيغه دي؟ عشان تفيد بيه خصوم الاستاذه مروه يعني، ولا ايه؟ ايه المقصود يعني من نشره؟ يعني لو افترضنا انك صادق، ولو اني طبعا مش اشك، اجزم انك غير صادق، طب نشرت البلاغ ليه؟ حتى لو انت استخدمت مصطلحات فقط لا غير زي ما انت بتقول قانونيه، ولو ان كان يمكن استبدالها بمصطلحات اخرى كتير جدا لا تحمل اي اتهام للانسانه اللي احنا واقفين جنبها. نشرته ليه صحيح. حضرتك؟ نشرته عشان ياخدوه خصوم الاستاذه مروه. والجزئيه برضو اللي انا عايز برضو ااكد عليها، هو كان بيقول لما انت مقدم مذكره او بلاغ وطالب رفض اي مذكره طعن تتقدم، معنى كده ان سوء النيه عندك كان موجود. لا، هو ساعه ما قدمنا المذكره دي كان لان مهران ساعتها كان بيتفق هو وعزت مع شخص على كتابه النقض مقابل 200,000 جنيه، فاحنا تقدمنا بالبلاغ وعممنا الطلب كرفض أي مذكرة نقض يتم تقديمها من أي شخص غير موكل رسميا. لذلك لما حضرتك كنت داخل في البداية وكان عندك
امل انك تحصل على توكيل. انا قلت لك قدام الاستاذه مروه، استاذه مروه الاستاذ نظيم موجود قدامك هيحضر معايا، ولكن ما تعمليش للاستاذ نظيم توكيلات رسميه. انا بكلمك قدامه اهو وهو سامعني. تمام، وصلت يا محمد بيه؟ وصلت يا باشا، بس وصلت. كده. واطلعي يا سترونج اطلبي جيست. فاحنا عايزين إن الدنيا بقى تهدى وسيبوا البيت، الراجل يشوف شغله ويعمل اللي هو عايزه، دي حاجة ترجع له يا باشا وموكلته وهو حر. ولا تشغل بالك يا محمد بيه، كل الكلام ده كلام فاضي والله، ولا وعلى يشغلني فكرة هي قالت حاجة ولا صح، يهمني. هي قالت حاجة والله، قالت هم بيعملوا كده والله قالت كده، قالت تلاقيهم بيلموا فلوس على حس. قلت لها بيحصل. طبعا الواد اللي حاطط قدامه كتاب شمس المعارف دوت، ولا حاطط قدامه كتاب سحر وجايب دجاجة حاططها قدامه، تعمل ايه يا ولد بالدجاجة اللي قدامك دي؟ وبرطمان وقاعد في عشة، بتعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. ازيك يا معالي دكتور؟ المستشار معالي المستشار العسكري. الواد ده ذكرني بواحد نصاب مرة، كان ناصب على ناس دجال يعني، فكان واخد منهم فلوس عشان كان عاوز ديك ب7 صوابع. والله. والناس قعدوا يدوروا على الديك ابو 7 صوابع لمدة سنة كده. مستشارين الأفاضل منورين الدنيا. ازيك يا استاذ عادل؟ ازيك يا دكتور؟ أخبار حضرتك؟ يا رب نكون بخير. ازيك يا استاذ عادل؟ معالي المستشار طه، ازي حضرتك؟ حبيبي يا دكتور، الله يسعدك. وازاي اخلي الدكتور هشام، ازاي اخلي الاستاذ طه مكاني؟ يا باشا مش هتفرق. لا يا باشا، ده انت العريس، احنا والله يا ضيوف. باشا في كرسي فوق على الشمال اللي اه بيعمل. ما انا بعمل مش اهو، ايوه اهو خليهم اهو صرت انت اهو. وحضرتك مجهودك طبعا فوق 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 المشكور. مساء الخير جميعا. لا انا ما ينفعش اقول مجهود، مساء ده الله اخويا الفضل. ومعاه لاخد. ايه ده؟ فين المستشار؟ نزل. عايزين زغروطه للمستشار بس طالما طه، ما اوعي بيتكلمش تقولي ما معانا ولا ايه؟ بعرفش. انزل انا طيب. مش عارف. طب نورنا يا باشا. يلا يا ابله. لا هو بيتحرك تقريبا لما بكون موجود انا تمام، بيقول لك خليني لا انا مستمع. انزل، خلي المستشار طه يطلع. طب انا مع ما حضرتك. شاء الله. طب فرح يا سوزي يا قلبي. انت ايه لسه داخله فرحوني يا جماعه، البث؟ فرحوني. لسه جايه. انا على فكره والله انا بره، انا في عربيه وداخله بس عشان اقول لكم مساء الخير. يعني العريس بتاعنا على المستشار المستشار عسقلاني يعني. العريس بتاعنا المستشار طه كان النهارده في زياره لمروه يسري، ومكمله مع الاستاذ طه قلبا وقالبا. واما عرفت ان في بلاغات ضده بكت وقالت اي حاجه هو عايزها مني اعملها في موضوع البلاغات انا تحت امره. قلت لها لا، المستشار طه قدها وقدود. كل اللي اتقال على السوشيال ميديا بقالنا اسبوع بنسمعه كذب في كذب، مفيش الكلام ده نهائي. البنت هو المحامي الاصيل ليها هو الاستاذ طه، ده مختصر الكلام. وكان في جهه قاعده بكره الصبح في المعموره انا عندها عشان اقدم ما لدي من مستندات او بثوث او اي حاجه. ما شاء الله معالي المستشار، ما شاء الله ما شاء الله تبارك مستشار الله. محمد دايما يا رب حضرتك في بس امر الله الاعتراف. كده من نجاح لنجاح يا اتفضل. رب. الزيارة كانت من 3 إلى 5، هي نزلت لحد 4:15. بعد إذنك محتاج إشراف، ومحتاجين ضيوفك ما المحترمين شاء الله منهم نفضي الجست المستشار طه. تبارك الله. ما شاء ايوه احنا الله. محتاجين نشرف عشان في ناس بتغلط في الكومنتات على فكره. ما هي شيماء كل بتكتبهم. فوز. طب أنا أعمله إزاي مستشار دلوقتي؟ محمد، ما هو اللي يغلط بقى ياخد على اكتبي يا دماغه. شيماء أي حد. ألف مليون مبروك. يا سيم والله يبارك مبروك فيك. يا معالي المستشار طه. ربنا العريس يحفظكم يا رب. بتاعنا، ده العريس بتاعنا. ربنا يحفظكم يا رب وينصركم يا رب. ايوه كده ايوه كده، ربنا يستركم ان شاء الله.
الله يسعدك. ربنا يستركم ان شاء الله يا مستر. طلع يا باشا جوكر زي ما كان موجود الراجل، وانا خليني معاك مستمع تحت. طبعا انا لا معايا المستشار ازاي طه قال لي ما تشتميش وما تزعقيش. انا يا وبالنسبه جماعه ما كمان؟ قدرتش، انا اسفه. يا انا محمد قابلت بيه اللي اسمها بالنسبه دنانير دي وشتمتها. ليه يا تمام. سوزي؟ استاذن بس حضراتكم اقول حاجه اخيره قبل ما انزل يا باشا. انا عايز بالنسبه استنوا يا جماعة. لجزئيه البلاغات يا باشا خليهم يكتروا يا باشا، روق دماغك من الكلام الفاضي دوت. احنا بس بنشرح لاختنا طالما سوزي الإنسان- عشان ما كانتش طالما موجوده. الانسان واثق من نفسه يا محمد بيه، بيقول روق لك دماغك. بيقول لك خليك اعلى مفخلهم يركبوه، ده اذا كان عندهم. الله ينور. ما عندهمش خيل يا باشا والله. الله بس ينور كده. عليك. انا هستأذن هنزل عشان تطلعوا جوكر وتطلعوا الناس، وانا معاكم مستمع من تحت. تحياتي. لا احنا هننزل كلنا وحضرتك خليك نسمعك بعد اذنك. مبروك يا معالي المستشار، مبروك. ألف مليون مبروك يا رب. ألف كده ألف وتبعد ألف عنكم أي مبروك شر كده يا رب، وأي مستشارين يا فتنة. محترمين، وربنا معاكم دايما. يلا اي حد عايز وأبشركم. يطلع يبارك يطلع. ابشركم يا مستر محمد ومستر يا جماعة، طه، أستأذنكم اللي أنا انا عشان كتبت غيري لكم يطلع. انتش عليكم. عملته، والمحامي بتاعي من أنا سألتش السعوديه عليكم تواصل بس مع يا- الشخصيه اللي انتوا عارفينها، وكمان هيتخذ الاجراءات القانونيه. ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله باذن الله، واي حاجه محتاجاها من مصر احنا معاكي. ربنا يبارك في عمركم بجد، وما تحرمش منكم بجد بجد على وقفتكم معايا. انت اختنا يا سيمو. مستر محمد والله ربنا يبارك لك انت ومستر طه بجد، الله يكرمك يا رب. كتر خيركم بجد. لو حد عايز يطلع ما تيجي على الصومتي. ان مات عصام فكلنا عصام. يلا يا جماعه هيصوا، ده النهارده الفرح بتاع يا سلام. مصطفى ورحمة طه. الله وبركاته. منور يا مصطفى. انا لسه عاملين واصل ايه؟ معالي المستشار منور الدنيا. معالي المستشار عصام. الله يخليك يا أخوي. صباح الفل عليكم. صباح الورد يا باشا. صباح الفل يا معالي المستشار. طب انا مش عارف اقبل حد تاني ليه؟ هو احنا كده بس؟ كفايه. لا، ما في حد مش عارف اطلع حد. لا 9 كده خلاص. مم. ده كده اكتر عدد، ما ينفعش تطلع حد تاني. ليه المفروض النهارده التيك توك يخلوهم 12 9 20؟ يا جماعه لو هنقوله في له حد، هنقوله. يا معالي المستشار لو في حد عايز يطلع انا ممكن انزل عادي جدا. انا أو- برضه لا هو لو عايز حد مستر محمد اتفضل طبعا. انا كمان اتفضل يا استاذن عم. حضرتك بس نعيد الكلام تاني، لان في ناس كتير لسه داخله مش فاهمه حاجه، فممكن حضرتك بس تفهمهم من مختصر الكلام، كان في زياره. كده ميوت. هو مين اللي مشغل؟ غيمه. جيمه ميوت يا غيمه. غيمة يا غيمه يا غيمة، يا لهوي يا غيمة. شد لها ميوت يا شيماء. يا شيماء ميوت. في ست النهارده يا مستشار. جماعه كان في زياره قانونيه من رئيس النيابه احمد بيه طارق، وتم الاتصال بخالد بيه نائب المأمور، وتمت الزياره الساعه 3 ل 5 بديوان اسم المنتزه اول. ومروه نزلت اطلعتها على كل اللي على السوشيال ميديا، قالت كل الكلام ده كذب في كذب، محدش جالي جواب وقطعته. انا مكمله مع المستشار طه، وطلبت بعض الطلبات انا بلغتها للاستاذ طه، دي حاجه بينه وبين موكلته كانت امانه. فعلا هي اللي وصلت التصريحات اللي المستشار طه قالها، وصلتها عن طريق حد للاستاذ طه، ده برضو حاجه بينهم وبين موكلته. وصرحت قالت اما عرفت ان في بلاغات قالت لو المستشار طه في اي شيء وهينضر وعايز يبعد او يسيبني، انا مش عايزه اي محامي، وهختار من المحكمه، هي اللي هفوض المحكمه تختار لي في كل جلسه محامي مش من الناس اللي انا شفتهم وانا حافظه اشكالهم. قررت ان بعض الاشخاص فعلا هي حاسه ان داخلين القضيه عشان يستغلوها وممكن يكونوا بيلموا فلوس، ده على حد ذاتها.
بلغتها سلام الناس من ضمنهم افلامنجيه، قالت لي انا ما اعرفوش. وقلت لها على موضوع الخطوبه والراي العام، ردت قالت محامين الراي العام الناس اللي فوضتهم يوكلوهم لاهاليهم مش ليا، انا بكامل قوايا العقليه وليا ان اختار براحتي. وطلبت الاستاذ طه يتخذ بعض الاجراءات القانونيه ضد بعض الاشخاص، وهقول واحد منهم من ضمنهم بورس البورصه عشان ايوه وريتها اللي والنبي، ايوه بيعمله. والنبي. اه. ايوه. وسالت على البلاغات اللي انا عاملها، قلت لها وصلنا لايه، لان في جديد حصل فيها. كانت زعلانه من موضوع التوكيل بتاعي، واخده على خاطرها، فهمتها. صحتها كويسه، مش مغيبه عن اللي بيحصل على السوشيال ميديا. مروه قرت البلاغات، زعلت من الكلام اللي مكتوب عليها، سالتني سؤال ما عرفتش اجاوب عليه، ازاي بيتم الدفاع عني ان انا بريئه، وفي نفس الوقت بيبقى فيه اتهامات وإدانة للمحامي الأصيل بتاعي اللي أنا عامله له أول توكيل. غلطتي اللي أنا غلطتها بإلغاء التوكيل مش هتتكرر. أنا مكملة مع الأستاذ طه، أي قرار الأستاذ طه بياخده أنا موافقة عليه، وفي قرارات بتكون مني أنا بوصلها. طريقة التوصيل مشروعة، ومش من ورا ديوان الاسم. الضباط عارفين الطريقة اللي بتتوصل. انا ممكن يعني اقول لكم طريقة منهم، ان مثلا واحدة مسجونة نازلة تجديد، نازلة جلسة، بتستأذن الضابط ان هي تكتب رسالة او تبلغ رسالة، بتديها للمسجونة، المسجونة بتديها لأهليتها، بيتم التواصل مع المحامي. انا شخصيا بيحصل معايا كده عشان ما فيش حد بس ياخد الكلام ويلعب بيه. في اللي هو طلع هدد وهتك عرضنا، ادينا اسمه اللي هو قال انا رحت وعمل فيلم، اتكشف عليه طلع عليه 3 قضايا، الارقام معايا، وهم منتظرينه عشان يعمل. مروه عايزه تزوره. موضوع هلا عصام، موضوع البورصه دون، كل الكلام دون مروه عايزه تاخد اجراءات. سمعتها الفويسات بتاعت اللي اسمها هاله، وقلت لها انا واخد اجراء، ولو انت قلتي لي اتنازل انا هتنازل عشان خاطرك يا مروه. ردت قالت لي لا، دي سربت معلوماتي وكنا متخانقين وشتماني، وقلت لها ده كله معايا. بلغتها سلامكم، ولكن اللي كان قاعد في القعده جهه امنيه كانت مستمعه، قال لي خليك ركز في الكلام، وانتوا مش نازلين من عمره بتبعت لها السلام. وضحكنا. محتاجه اي حاجه اسيب لك فلوس اعمل لك، مفيش فلوس بتوصل لها غير من ناس معينه، قالت لي الاستاذ طه عارفهم، وانا قايله للاستاذ طه عليهم. اللي بيقول انه بيبعت لها فلوس ومتكفل بيها، هي انكرت الكلام دون، قالت ان في 1000 جنيه وصلت فعلا لديوان الاسم، وطلبت من المستشار طه يوم الجلسه ان يشوف مين ويرد المبلغ دون. مفيش حد متكفل بمروه غير حد الاستاذ طه قالت لي هو اللي يعرفه، ما قالتليش طبعا مين هو. مروه صعب ان اي مخلوق يقابلها في زياره، انا كانت حاله استثنائيه عشان خاطر الموضوع اللي داير كان موضوع امن قومي، وده فهمته الرئيس النيابه ونائب المأمور والسيد شهاب رئيس المباحث. ادي مختصر اللي حصل. مروه مكمله مع الاستاذ طه، مفيش الكلام اللي موجود على السوشيال ميديا كله كده، عاري تمام الصحه. مروه قرت قدام نائب المأمور ان اللي اتكلموا في الاعضاء والكلام ده جابوا لها 2 سنين. الاستاذ طه اما اتكلم في سب وقذف جاب لها 6 شهور مع الايقاف، وانا كملت لها قلت لها في استئناف وفي لسه نقض، والنقض بتاعك الحمد لله يوم 9/2. كانت مبسوطه. بعت شكر لكل الناس اللي هي بتدعي لها بدون مقابل وما بتتربحش، وبكل دعوات دعتها للمستشار طه، وندمانه ان هي لغت التوكيل. قالت ان هو أأمن واحد
عليها. هي مش مرتاحه لاي محامي، قالت لي حتى انت قاعد معايا انا ما اثقش غير في الاستاذ طه. ما اتكسفتش. مروه يا جماعه متعلمه، قرت كل كلمه موجوده كانت في البوستات اللي هي نازله على الدي ان والكلام دون. ردت قالت انا متفقه مع الاستاذ طه. اما سالني قلت له مش دلوقتي، يعني يا ساده مش الاستاذ طه اللي مش عايز يعمل، مروه هي صاحبه الشأن. استاذ طه ما ينفعش يعمل شيء من غير موكلته بكون موافقه عليها. ممكن يرفع القضيه تقول له لا انا مش عايزاها، ودي القضايا دي بتتكلف، والراجل الله يكون في عونه في الحمل اللي شايله. طلبت توكيل معين للمستشار طه. المستشار طه بلغته وهيتقدم بالطلب. عايزاه بسرعه الاجراء دون. المحاضر قالت يا ريت المره الجايه اما تيجوا يكون في اجراء ضد بعض الاسماء. انا بلغتها للاستاذ طه، انا قلت 2 منهم. اتكلمنا على موضوع قضيه اعلام الاخوان، وفي أستاذة بتروح بتتحايل على الاسم، بتقول لنا في العام أنا بعيد عن القضية بنت الكلب الزبالة، وهي بتروح الاسم بتحاول تقابل مروة ومروة رافضة. عشان تعرفوا ان انتوا بتغيبوا الناس. بنت الكلب دي انا اللي بقولها لك يا بنت الجزمة، لو انت نجحت في الانتخابات ابقى انا معرفش حاجة. وحياة امك الراجل وهو قاعد بتاع الامن الوطني طلعت الصور ووريتها له، وكلمته على قضيه اعلام الاخوان. انا نسيت يا مستشار اقول لك على الجزئيه ديت والله، لان انا مطبق من اول امبارح حاطط يعني الكلام اللي هم بيقولوه كان عاملني انا لا ما ينفعش الاخوان تركب على قضايا ولا ليهم ذكرى عندنا. وريته الدفاع بتاع الاخوان الوسخ ليها، وصورتك جوه الاسم اتعرفت بالصور اللي انت منزلاها واللي كانت معايا مع الاخوان، ودفاع الاخوان الارهابي الوسخ ابن الوسخ. اديني بشتمك ابقى اطلع عند الفرق اللي شتمني. سمعتهم مقاطع بالسب والقذف ليا وللمستشار طه، وان ده محمي من ضابط شرطه. وبكره في قعده، القعده دي قسما بربي مصرح ليا بدخول التليفون واللابتوب وهاخد الفلاشات، جميع الفلاشات هاخدها. حقنا هناخده بالقانون، وفي الاخر الورقه والقلم هي اللي هتكسب. اي حد هتسول ليه نفسه، وده مش تهديد. الذكر اللي يروح ناحيه الاسم ويقول انا عايز اقابل مروه، كشف كامل بجميع الاسماء اتحط. ارقام القضايا اتكشف على بعض الناس، في ناس انا اعرف اساميها كامله بالرقم القومي، وناس تانية لا. اللي اتكشف عليهم لا عليكم قضايا يا اولاد الكلب، قضايا كتير. وفي ناس واخده احكام غرامات هربانه 20,000 جنيه. ايه اللي انت بتهرب عشانهم؟ مروه متامنه بالمحامين بتوعها وعلى راسهم الاستاذ طه. اي حد هيقول كلام غير ده يثبت لنا. والفيصل بيني وبينكو جلسة يوم 25. مروة هتفجر مفاجآت ان شاء الله. طبعا هنستسمح الامن اللي هيكون متواجد معاها، ونائب المأمور عنده علم بالكلام ده، وتم الاتصال بنائب مأمور الدخيلة برضو عشان يبقى ايه فصلنا كل حاجة. هيكون في كلمة من مروة سواء في المحكمة امام المحكمة او مع السادة المحامين، وعلى رأسهم منور يا استاذ وائل، وعلى رأسهم المستشار طه الزجلاوي المحامي الأصيل اللي هيكمل مع مروة لآخر إجراء. ده كلامها، قالت لآخر إجراء، إلا لو هو طلب إن يتم إعفائه هتطلب في كل جلسة محامي. ورافضة الناس دي وبتقول هم أقسم بالله أقسم بربي أقسم بربي وديني وإسلامي. قالت لي هم شكلهم إخوان، وأنا كنت مستغربة من الأستاذ طه إن جايب لي إخوان. قلت لها الأستاذ طه ما جابش إخوان، الأولانيين دول هو ما جابهمش. الذاكرة بتاعتها يا مغيبين شغالة. قالت لا
فلانه اما جت كانت جايه من طرف الاستاذ طه في الاول، هي عارفه مين الاخوان ومين مش الاخوان. مروه يا جماعه مش عبيطه. بالنسبه مروه للكتاب يا يوم فندم، وفي جواب دخل لها وقالت الكلام ده قدام نائب المأمور ورئيس المباحث الشباب بيقر ان تم اتخاذ الاجراء، ان الجواب اللي دخل لها تم معاقبه اللي وصله لها، وتقريبا عسكري. يعني انتوا دمرتوا عسكري. تعليقها بالنسبه للجواب. قالت لي قطعته. اللي اتقرا قالت لي مش هعيد الكره ان اسمع كلام زي دون واخد احكام تانية. هم جابوا لي سنتين، استاذ طه جاب لي 6 شهور مع الايقاف. قلت لها وفي استئناف ولسه في نقض واحنا مكملين، والنقض بتاعك جلسته يوم 9/2. كانت مبسوطه. اسماء كتير اديتهاني يتعمل بلاغات، والاستاذ طه معاه الكشف بعته له، لان كنت كتبت كده زي سكرينه، كان ممنوع ان انا اكتب على الواتس، فكتبت كده في المفكره اللي معاه اللي بصرح بيه البورس وهاله. قلت لها انا شاكيها. قالت لي لا. قالت لي هي بتطلع عشان خاطر كان في مصالح فلوس، فهي بتعمل كده دلوقتي. وهي لو هاله موجوده هتسمع الكلام ده. حتى البلاغ بتاعي اما بقول لها لو انت قلتي لي انا مستعده اسامح، قالت لي لا كمل. والله العظيم قالت لي الكلام ده. وبعدين معلش، يوم 25 مش بعيد. يوم 25 مش بعيد هيبان انا اللي كذاب ولا هم اللي كذابين. طيب بالنسبه هيبان. للجزئيه بتاعت افلامنجيه، ممكن حضرتك تعيدها علينا تاني بس؟ يعمل ايه؟ الجزئيه بتاعت افلامنجيه لما فتحت السيره معاها. انا بقول لها السلام. ابتديت بكويتيه عشان كويتيه كانت قافله معايا قبل ما ادخل بدقيقتين بالظبط، وسترونج أنا حضرتك كل اخواتنا السيدات الحمد لله ربنا قدرني وافتكرتهم والله طب كلهم، وجيت الحمد لله. عند الاخوه الرجاله. لسه هكمل. الضابط راح قام رادد قال لي انت مش نازل انت وهي من عمره، استغل الوقت فهمها. تمام. قلت له بس في اسم انا عايز اقول لها، انا فاكر ان افلامجيه هي تعرفه. فانا فضلت اجيب الشات، قلت لها. قالت لي انا ما اعرفوش. قلت لها ازاي؟ ده بيقول ان هو خطبك من الراي العام. فردت قالت لي هو المحامين من الراي العام والخطوبه من الراي العام. قامت ضحكه قالت لي خلاص المحامين اللي توكلوا من الراي العام، الراي العام يخليهم محامين لامهم. والشخص ده لو بيسيء ليا استاذ طه بعد اذنه بلغه من ضمن الناس اللي انا عايزه يتعمل فيه بلاغ. انا ما اعرفوش. فلما جيت كلمت الاستاذ طه قال لي فعلا هي ما تعرفوش. انا كنت فاكر ان هو معاكم من زمان. بس ده اللي حصل. تمام. حضرتك قلت من شويه ان هي قالت لحضرتك ده كده بيسيء لسمعتي وحضرتك لازم تقدم ليه او لا، تقدم فيه. قالت الاستاذ طه هو اللي يقدم مش انا. اه. قالت لي طب سيادة هي مبلغه اكتر من 7 اسماء، في منهم 2 انا شاكيهم. أستاذ مستشار لو سمحت عيد تاني البلاغ بتاعت هالة عصام مهم قوي على فكرة، لو سمحت عيده تاني. انا لو معايا اشراف كنت نزلتك دلوقتي وطلعتك. طيب معالي المستشار ممكن تاني يا احمد. اتفضل يا باشا. اقول كلمتين بعد اذن سيادتك؟ يا باشا بس دي منصتك. انا بقول طلعت في قضيه محمد عادل بيك وفي قضيه مروه بالاستاذ طه. ربنا يبارك لنا فيك. الكلام اللي انا كل كده ملكوكم انتوا الاثنين. تسلم. الكلام اللي انا هقوله ما حدش هيفهمه غير حضرتك، وارجو ان زي ما اتفقنا تخليه في منتهى السريه عشان ما نبوظش المفاجاه يعني. طبعا اللي انا شايفه واللي كل الناس شايفاه وكل حضراتكم شايفينه ان الاستاذ طه بيتحارب. انا هشيل بقى اسم الاستاذ طه وهسميه سين من المحامين. اي محامي ايا كان ايه هو، ايا كان اسمه ايه، انا بعتبره من وجهة نظري ده اخلال بحق المتهم في الحصول على محامي يدافع عنه، سواء كان متهم مدان او متهم بريء. والقاعدة القانونية بتقول المتهم بريء حتى يثبت ادانته. فبالتالي المحاربة والمثابرة من المستشار طه انه يكمل ده برضو يعتبر في حد ذاته ان راجل قانون عارف مسؤولياته، مؤمن بالقضية، بيدافع عنها. نعم. بالتالي ان شاء الله بامر الله ايا كانت النتائج
الموقف اللي هو متاخده يجب تكريمه عليه. نعم. تاني ولا خلاص؟ لا، في وصل. ان شاء ما الله هو بأمر نفس الله. نفس الكرة يا دكتور اللي بيحصل مع المستشار طه هو اللي حصل معايا. واثق ده مليون تيبيكال، المية. ده تيبيكال يا دكتور، تيبيكال. واثق مليون المية انه وانا من تيبيكال. رابع المستحيلات ان هسيب المستشار طه، مش ممكن. هعيد رسالتي تاني، هنشيل الأستاذ طه وهنسميه سين. المواقف اللي بتحصل مع محامي المتهم سين كلها التفاف على حق المتهم في الحصول على محامي شريف نزيه وعليكم السلام. عارف مسؤولياته، مؤمن بالقضية، مكمل مع موكلته أو موكله. كون إن يفضل مثابر ومحارب وموجود على السوشيال ميديا بيدافع بكل ما أوتي من قوة، ده موقف يجب تكريمه عليه. صحيح. أقوال وأفعال. إن شاء الله ربنا صحيح. يقدرنا. وفي جملة قلتها لها افتكرتها دلوقتي، انت فكرتني يا دكتور. قلت لها انا شايف يا مروة قسما بالله ان اللي حبسوكي رحماء عن اللي بيقولوا ان هم متعاطفين معاكي. ردت بكلمة غريبة وكأنها عايشة معانا. قالت لي يا استاذ محمد، في حاجة حضرتك ممكن تكون مش واخد بالك منها. كل اللي هم على التيك توك بتوع فلوس وبتوع حاجات تانية، ما اقدرش اقول قدامكم، فهم اكيد الفلوس عمياهم. اما اللي هم حبسوني، فهم دلوقتي حبسوني هيتكلموا عليا ليه؟ مروه يا جماعه للمره المليون تعليم عالي. مروه جامعه عماليه، فمش مغيبه، مش عبيطه انها يضحك عليها مرتين. حتى اتسرب لها كده ان البت الاخوانيه بنت الكلب اللي هناك دي حبت تروح تدخل لها، رفضت وهددت اللي اداها الجواب الاولاني وقطعته. قالت له لو حاجه جات لي تاني انا هبلغ. وعشان كده هي بلغت فعلا المباحث، ووصل لرئيس المباحث واتخذ اجراء ضد اللي ودى لها الجواب. فانتوا لو وقفتوا على شعر راسكم القصه دي مش هتنفع. على راي معاون المباحث بيقولوا ما عايزين تاني خالد سعيد. قلت له ده اللي احنا بنقوله، مش هينفع ان قضيه مروه تاخدوها راي عام. انتوا عندكم قضيه مصطفى، عندكم قضيه شيكا، اتفضلوا فيها اعضاء وكرشه وفشه وضوافر وحواجب، كملوا فيها. لكن قضيه مروه سب وقذف، هي نفسها بتقول سب وقذف. انتوا اما جيتوا دخلتوا في القضيه الاولانيه وقلتوا الكلام ده، جبتوا لي سنتين. الراجل جاب لي 6 شهور وعلى قلبي زي العسل. والله العظيم كانت اما بتيجي السيره بتضحك. يعني انا المره اللي فاتت قلت للمستشار طه، قلت له على فكره مروه خاسه، لا كنت تعبانه ان اعرضها للدكتور ولا حاجه. المره دي بسم الله ما شاء الله عليها، الله يحفظها، وباذن الله يظهر الحق ويخفف اللي هي فيه باذن الله، باذن الله تحت جناح الاستاذ طه اللي هي مختاراه. اتفضل يا دكتور. طبعا انا مش عارف اشكر معالي المستشار عصام على موقفه اللي وضحه امبارح. يعني موقف نبيل، ان في وقت المفروض اللي متصدر السوشيال ميديا وفاتح صدره وعامل عنتر بن شداد اسف تخلى عن مهام الاساسيه للوقوف مع موكلته امام القضاء. نعم. وراح يدور على شهرة وحرص ان هو يكون صاحب التقديم النقد رقم 1، وربنا سبحانه وتعالى يمكرون ويمكر الله. راح لقى في نقد الله خير متقدم الماكرين. قدام منه، والله خير الماكرين. فطبعا اذا كنت انا متابع فانا متابع لامر ما في دماغي والحمد لله اتحقق. فبرجو من الحمد معالي لله. المستشار طه، انا مش هاخد وقتك كتير، اتواصل معايا مرة واحدة فقط، وإن شاء الله بأمر الله من هنا لحد ما الأمور توضح وأيا كانت النتائج تكريم حضرتك على موقفك بعدم التخلي عن موكلتك. ده يعني سلوك نتمنى من الله أن جميع السادة المحامين يتبعوه. إيمانك بالقضية تحت أي مغرى من المغريات، طبعا دي قضية صب وقصف، ما بالك مثلا لو هي قضية
اختلاس بملايين ولا حاجة، تبيع القضية في مقابل أكلة، ولا في مقابل مادة، ولا كانت قضية دم فيها أرواح، تبيع الموكل بتاعك عشان خاطر أي مكسب دنيوي. فأنا المستشار طه معاك اهو يا دكتور تاني. بشكر المستشار طه على موقفه، وأرجو يعني إن الكلمتين يكونوا يوصلوا لكل الناس. ده أنا بعتبره شاب لسه في مقتبل حياته، وربنا أكرمه، أكيد له حسنات مع الله، أكيد 100%. أنا شايف يد الله في الموضوع ده من البداية للنهاية، برضه عشان ما حدش ياخد الكلام ده ويزايد عليه، بغض النظر عن نتائج متهمة ولا مش متهمة. أنا مش خصصني كده، أنا خصصني إن ميزان العدل يستقيم بحق حصول المتهم أيا كان بريء أو مش بريء على محامي شريف نزيه مقتنع بالقضية، مقاتل فايتر أي حد مكانه. وأعتقد يعني في ناس بالنماذج دي مرت عليا، لما بيلاقي في دوشة وفي قلق، طب أنا ما أودش دماغي ليه، أنا عايز أشتغل في هدوء، وبيسيب القضية لأي حد تاني. فده موقف يحسب ليه، وإن شاء الله بأمر الله يعني ربنا ييسر، ويعني نبقى مساهمين مع حضرتك في إن القانون يبقى هو رقم واحد، والناس تخاف من القانون، لأن من أمن العقاب أساء الأدب. بشكركم طيب لحسن الاستماع. أنا بشكر حضرتك يا دكتور، وتحياتي لحضرتك طبعا وكل المتابعين المحترمين. ربنا يبارك فيك. وبرضو يعني أنا عايز أضيف لكلام حضرتك، ولو إن حضرتك كفيت ووفيت. أنا زي ما قلت لحضرتك من بداية القضية دي، وطبعا أنا حريص جدا على مصلحة موكلتي، دي حقيقة، ولا يمكن بفضل الله عز وجل إن شاء الله أتخاذل أبدا عن أداء عملي ومهمتي تمام بكل أمانة وبكل إخلاص تجاه موكلتي. يسبق ذلك مصلحة بلدي أولا، وأنا أكدت على الجزئية دي مرارا وتكرارا، يعني لدرجة إن اللي ما بيفهمش المفروض من البيانات السابقة اللي أنا كنت بنشرها من بداية القضية كان يفهم الشخصية، لأن هما بيدرسوا الشخصية اللي يتعاملوا معاها. تمام؟ ولذلك حضرتك يعني طوال الفترة اللي فاتت ما حصلش معايا أي تواصل، بل كانت تمارس عليا فقط لا غير الضغوط. ولما لقوا إن كل ده كان دون جدوى، بدأوا في استخدام أسلوب الترغيب ثم مؤخرا الترهيب، ولا ده جاب نتيجة ولا ده جاب نتيجة. أنا راجل بفضل الله عز وجل، أنا محب البلدي، تمام، راجل حريص على مصلحة بلدي أولا، قلتها كتير جدا وبقولها، ولنهاية القضية إن شاء الله هفضل أقولها، تمام، ضد استغلال قضية موكلتي في تشويه صورة بلدي. حريص على مصلحة موكلتي بالتوازي مع مصلحة بلدي اللي أنا قدمتها على مصلحة موكلتي، لأن موكلتي برضو حريصة على مصلحة بلدها، وإن أراد البعض تصدير صورة سلبية عنها في وقت من الأوقات. فدي جزئية حضرتك يعني أنا عايز الناس تحطها نصب أعينهم. أنا راجل الحمد لله يعني معروف ان انا يمكن من القيادات الشبابيه في محافظتي، راجل مواكب جدا كل الاساليب المستحدثه، سواء الحروب، الشائعات او ما شابه ذلك. فحضرتك احنا لينا دور وطني على ارض الواقع، حتى لو انا ما كنتش جهه مختصه، ولكن كلنا امن زي ما بيقولوا، تمام، وكلنا جنود لوطننا ولبلادنا. فحضرتك احنا ده واجب علينا. أما الأشخاص المغرضين أو اللي هم أصحاب الأجندات، أو اللي هم يعني في ناس نجحوا في إن هم يسخروهم لأمور تسيء لبلدهم، إحنا حضرتك بنتبرأ منهم ومن أفعالهم، وإن كانت أفعالهم يعني يتم تجميلها ويتم تزييفها ويتم تضليل الرأي العام باستخدامها. حضرتك احنا عارفين ان هم شتتوا الناس واصطنعوا واختلقوا الشائعات وصنفوا الفئات ما بين مرتزقة ومضللين، وما بين مغيبين، وما بين مأجورين، وما بين مغرضين، كل الفئات دي، تمام، اللي حضرتك شكلت في وقت من الأوقات رأي عام مزيف.
رأي عام غير حقيقي. الرأي العام الطبيعي الحقيقي اللي هو بيتابع أي قضية رأي عام بيتابعها بدون التدخل فيما يخص عمل أصحاب التخصص اللي هم منهم القانونيين، وإن كان محامي واحد أو كانوا هيئة دفاع ما بيتدخلش في الأمور ديت، ما بتلاقيش إيده تمتد بالعبث للأمور اللي أساسا مش من حقه. دي حقوق قانونية مكفولة ليها هي أولا، ثم للموكلين رسميا بإرادتها وباختيارها ثانيا. أما محاولات الالتفاف دي كلها والصراع اللي تم اختلاقه ده حضرتك لمصلحة مين؟ وهل الصراع الداير حاليا الهدف منه مصلحة أو بيصب في مصلحة الأستاذة مروة؟ لا طبعا. هل بيصب في مصلحة بلدنا؟ لا طبعا. ليه؟ لأن حضرتك أنت نفسك ذكرت كم قضية وكم وقعة. لو أنتم بتتكلموا إن عندكم اهتمام، فالمحاكم مليئة بالقضايا المهمة جدا اللي أصحابها في احتياج، بل في قمة الاحتياج للمساندة أو الدعم. حضراتكم هل كان عندكم اهتمام أو عندكم اهتمام بالقضايا دي؟ لا طبعا. اهتمامكم بالقضية اللي لقيتوها في يوم من الأيام تصدرت الرأي العام أو في تعاطف من فئة كبيرة من الناس سواء داخل أو خارج مصر، فأنتوا قررتوا أن أنتوا تستغلوها حتى لو على حساب صاحبة الشأن. ادعيتم ما ادعيتم، يعني ادعيتم حاجات كتير جدا. احنا عاوزين ننقذ الملكة، احنا عاوزين ننقذ البطلة، احنا شفنا الإهمال. ولما توليتم المهمة ثبت مش مجرد تقصيركم ولا مجرد إهمالكم، بل أمور لا يعلمها إلا الله، وما خفي كان أعظم. وكلنا مطلعين على تفاصيل القضية وأحداثها ومجرياتها، فكلنا بقى قدامنا واضح الغيث من السمين. جيتوا في مرحلة من المراحل وكنتوا بتبالغوا حتى في ذكرها. أنا مرفضش أو أنا مش ضد احترام أي إنسان، ولكن المبالغة دايما يعني بتدل على التزييف. ما تبالغش. قعدتوا تبالغوا الملكة البطلة، ماشي، احنا كلنا نعتبرها أختنا وكلنا شايفين إن هي إنسانة مرت بظروف عصيبة، عاشت مأساة، إنسانة تعرضت لضغوط شديدة جدا لا يتحملها بشر. ممكن تكون أصابت في بعض الأوقات وأخطأت في أوقات أخرى، محدش يقدر ينكر دوت. ممكن تكون صدقت النية ولكن أخطأت الطريقة والأسلوب. إنما حضرتك بعد ما كنت بتوصفها بالملكة والبطلة، جيت في أول بلاغ كيدي تلفيقي بدافع الغل والكراهية استخدمت مصطلحات لا تتوافق أبدا مع اللي كنت بتذكره قبل كده، وبررت ده إن أنا لما بخاطب الرأي العام ليا لغة خطاب، ولما بخاطب أهل القانون ليا لغة قانونية أخرى. ولكن هل حضرتك اللغة القانونية اللي انت استخدمتها هل دي مش ممكن لو احنا مش واخدين إجراءات احترازية كان يترتب عليها ضرر؟ هل حضرتك ما كانش يمكن استبدالها بمصطلحات قانونية أخرى وحضرتك تدعي العلم والخبرة؟ ده احنا بننتقي كلماتنا، بنفلتر كلماتنا وحديثنا. فلما حضرتك تروح تدافع عن إنسانة متهمة في قضايا وتيجي قدام هيئة المحكمة الموقرة وتبدي دفوع وتيجي في أوراق رسمية وتقول حاجات تتعارض تماما وتتناقض مع اللي انت سبق وذكرته، عارف حضرتك ده إن ده اللي يدل على إيه؟ يدل على الفجر في الخصومة والكيدية وعدم حرصك على مصلحة الإنسانة دي من البداية.
مش من لحظة الخلاف أو الخصومة. فإحنا النهاردة الأستاذ محمد العسقلاني الراجل طلب إن هو يزور الأستاذة مروة، الراجل برضو كان بالتنسيق معايا، وأنا قلت ايوه ركز على الحته دي عشان ايه، انا ما بعملش غير لما برجع للراجل. أكيد الراجل طلب مني إن يزوروا الأستاذة مروة، وكان ده بالتنسيق معايا، وأنا قلت له توكل على الله، ولو محتاج أي دعم مني أو سبورت أنا متواصل مع حضرتك. وسبحان الله دايما ربنا بيوفق على حسب النوايا. الراجل راح لأن هو مش رايح على فكرة عشان التوكيل. أنا قايل للأستاذ محمد إن ده طلب الأستاذة مروة ودي رغبتها، تمام، ولكن هو الراجل رايح لهدف أسمى. إيه هو الهدف الأسمى؟ حرصنا على مصلحة بلدنا، عدم ترك القضية للمغرضين. فالراجل راح النهاردة وكلف نفسه وبذل مجهود، والحمد لله ربنا وفقه إن يقدر يزورها ويجتمع معاها ويوصل الرسالة اللي احنا كنا حابين إن احنا نوصلها، سواء للأستاذة مروة أو للجهات المعنية، الجهات المختصة اللي احنا يهمنا دايما، وعارفين ان هم على فكرة راصدين كل شيء. ولكن برضو احنا ده واجبنا، ان احنا نوصل الرسالة ونخلي الجميع على علم بكل المستجدات. وطبعا ده لان بتكون في مستجدات كل فترة بتحصل، فلازم ان لا يبقى الامر واضح جدا. وهي النهاردة قابلت الأستاذ محمد، والأستاذ محمد بلغني طبعا بكل تفاصيل الزيارة، وأنا بشكره على الرسائل اللي هو وصلها عليه ده انت كلها كانت اخويا. رسائل إيجابية في مصلحة بلدنا أولا، تمام، وفهمها الوضع القائم عامل إزاي، ومين اللي بيحاولوا يستغلوا قضيتها، ومدى الضرر اللي عائد عليها من استغلال هؤلاء الأشخاص لقضيتها. وهي نفسها الحمد لله لقاها الأستاذ محمد مدركة لطبيعة الأمور، لأن برضو يعني في أوقات معينة كانت خلال الجلسات كنت بحاول أديها نبذة كده ولو بسيطة عشان تبقى برضو يعني على علم بما يدور خارج طبعا المكان اللي هي مقيدة الحرية فيه. أديكوا شايفين وأديكوا سامعين أستاذة مروة بتنفي علاقتها ببعض الأشخاص، بعض الأشخاص اللي بيدعوا إن هم محبين للأستاذة مروة ومتعاطفين معاها، هم كانوا من الناس المعادين ليها واللي تضررت منهم. الناس اللي بيستغلوا واستغلوا قضية الأستاذة مروة برضه هيتم ملاحقتهم إن شاء الله باتخاذ الإجراءات القانونية. الأستاذ اللي ظهر امبارح على منصة وكان بيرسل ليهم رسالة طمأنينة زي ما بيقولوا، بيطمنهم وبيقول لهم إن التوكيلات اللي حصل عليها الأستاذ مش هينفع يتم استخدامها لأن الوقائع عدى عليها 3 شهور. يعني بيطمنهم إن مفيش جدوى من البلاغات اللي احنا هنقدمها ضدهم. يا سيد الفاضل، 3 شهور من تاريخ حدوث الواقعة أو من تاريخ العلم بيها، من تاريخ حدوث الواقعة أو العلم بيها. أما إذا ارتبط كمان الأمر بجرائم أخرى فلا ينطبق النص دوت على بعض الجرائم. يا استاذ طه ما تعلمش حد، خليهم زي ما هم، ما تعلمش حد، خليهم بهايم زي ما هم. اصل هو بيطمنهم امبارح، يعني يطمنهم هو يا باشا، ما قالش كلمه واحده قانونيه صح. ما تعلمش حد يا باشا، سيبه جاهل كده، سيبهم صح. خليهم يا باشا نعلمهم عملي في النيابات. مفيش مشكله. ثانيا، البلاغ اللي حضرتك قلت انك تقدمت بيه ونشرته وخليته على مرأى الجميع، كل الناس شافته. لو كنت صادق زي ما بتقول وانت استخدمته فقط لا غير لهدف قانوني ما كنتش نشرته.
انما انت استخدمته للتشهير والترهيب. بالنسبه لجزئيه الترهيب مش هتنجح فيها مهما عملت، لان الحمد لله زي ما بيقولوا كده بفضل الله عز وجل وحده زي الجبل ثابت مكاني، لا بيفرق معايا ترهيب ولا ترغيب ولا الكلام الفاضي دوت. بالنسبه للتشهير انت نجحت في الجزئيه دي، ان انت شهرت تمام، وان انت يعني كنت بتحاول اثبتت للناس ان انت عندك استعداد عشان يعني زي ما بيقولوا ترضي نفسك، ان انت تضر حتى الانسان اللي ادعيت مرارا وتكرارا ان انت ما يهمكش غير مصلحتها. ولما استشعرت انك هتفقد تعاطف الرأي العام معاك استخدمت اسلوب كسب التعاطف، وطلع لنا الولد الحلاق يقول انا كنت هبكي، واللي تتصل من المرتزقه تقول انا مش عارف هيحصل لي حاجه، والكلام الفاضي ده كله. تحياتي لكم جميعا، انا رسالتي وصلت ليهم ولحضراتكم ولكل المتابعين الكرام. استاذه مروه اذا قررت في وقت ما ان انا ما يبقاش لي علاقه بالقضيه هديها التحيه وهقول لها سلام عليكم، وهقول كده اللهم اني اديت الامانه وخلاص، سلام عليكم، بدون لا تعليم. استنى، لا اقسم بالله اقسم بالله ان لما قرت البلاغين اللي ضدك انك يا مروه عينيكي دمعت وبكيتي. يا محمد بيه اقول وديني بس بقسم لحضرتك على بالله. جزئيه، خد لبال حضرتك السيده اللي سعت خلف الكواليس مره واثنين وثلاثه عشان تزور الاستاذه مروه، نعم وكانت بتدعي ان علاقتها اتقطعت تماما، انا نعم متقدم ببلاغ رسمي ضدها، صحيح. تمام، والبلاغ نعم الرسمي راح وتم عرضه على نيابه المنتزه، وتم تحويله من نيابه المنتزه لإحدى النيابات بالقاهرة، لأن في محل إقامة شخص آخر من ضمن صحيح. الموجودين في البلاغ في القاهرة. فحضرتك الخطوات دايما بتاعتنا الحمد لله استباقية، وده ليه؟ لأن الحمد لله أنا راجل عارف إن ما عملتش حاجة غلط، فأنت لا هتخوفني ولا هي هتخوفني، وهي لو بتحاول تحمي نفسها تمام، فما تقلقيش، كل حد عمل حاجة غلط إن شاء الله هيجي الوقت المناسب وهيتحاسب على اللي عمله، وساعتها الناس هيعرفوا حقيقة كل شخص، وبالأخص إن شاء الله إذا أراد ربنا بمشيئة الله عز وجل يعني إن ربنا يفرج كرب الأستاذة مروة وتخرج بالسلامة. أعتقد بقى ساعات لما تخرج هتقعدوا تكذبوها. ممكن الاستاذ يعني بس مهاجر عايز 3 دقايق. ادعيتوا على الاستاذ محمد لا العسقلاني. ثواني، ايوه 3 ثواني، عايز 3 ثواني بس. استاذ اتفضل. انا طبعا شرفتني ان انا ابقى كتفي في كتف جنبك على الجست. الله يسعدك يا آه مهندس. الله يخليك. انا على مدار 6 شهور دخلت البرنامج في اول القضيه، كنتش اعرف حضرتك في اقاويل كتير، كنت دايما خصم، مع انك كنت قليل الكلام والناس كلها ماشيه، في اشخاص مش الناس كلها، اشخاص ماشيه تكذب في المعاليك. اثبتت الايام اللي انت اكفأه بدخول الاستاذ العسقلاني واحترامه لذاته كمحامي وقليل الكلام، واعتبارك انت المحامي الاصيل وكل خطوه بياخدها معاك. انا شرفتني ابقى معاكم. ربنا يفك ضيقه الاستاذه مروه، ده شرف ليا. استاذ عسقلاني النهارده انا بعت لك فيديوهات تضمها بكره لصالح معاليك من الناس المتلونين على البرنامج هنا اللي بيذموا في حضرتك صوت وصوره. محدش يرمي لي حاجه خالص، انا مش بقول الكلام ده عشان كده، ربي اعلم ما في القلوب. اما عن شخصيتي انا بصرح عندك هنا، كل واحد على البرنامج هنا لسه ربنا ما كشفش عنه غطاء الستر، فده من عند ربنا، من عند ربنا. بس ما هيجي الوقت وجي تحت ايدي، انا المهاجر بقول لكم كلكم اهو، وجي تحت ايدي هدوس على وشه. انا اسف استغفر اللفظ الخارج عن النطاق، هدوس على وشه. جزاك الله كل خير. انا اسف جدا على الكلمه، لكن انا بقول من ساعه ما دخلت لحد النهارده انا مشيت مش على الصراط بس على شعره من نار ما بين هنا وهنا. عمري ما ذميت في حد، عمري ما قلت ادبي على حد، عمري ما جبت سيره حد من ظهره. الكبير والصغير انا بحترمه.
شكرا الله يا يحفظك. استاذ طه، تحياتي وجزاك لك يا الله رب. خير انت، وانا تحياتي ليكم كلكم، وربنا معاكم، واستاذ عصام طبعا، استاذ عصام، الله يسعدك. كلنا استاذ عصام طبعا، بعد يظلم عليكم. الله شكرا يسعدك. ليك يا استاذ. انا هقول جزئيه اخيره نورت الدنيا. اختم بيها حبيبي يا اللقاء مهاجر، حبيبي حضراتكم. منورنا يا مهاجر، الله منورنا يسعدك. يا حبيبي. هقول جزئيه بس اخيره كده هختم بيها مع حضراتكم اللقاء. يعني اتفضل. سبحان الله انا اتفاجئت يعني فجر في الخصومه شديد جدا. يعني ناس كانوا الفائده او الاستفاده، فوصل بيهم الامر ان يحطوا ايدهم في ايدك ويمدحوك ويثنوا عليك لما ترحب بيهم وتقول لهم خليكم معايا. واول ما تقول لحد منهم ان متشكرين على خدماتك لازم ينقلب عليك ويتهمك بما ليس فيك، وهو مفكر ان هو هينجح في الامر ده. اقسم بالله انا اقدر ارد رد قاطع جازم على كل اتهام بالدليل وبالمستند، ولكن بالعكس انا سعدت بتقديمكم البلاغات عشان يتم التحقيق معاكم ايضا وتتعاقبوا على التشهير والفجر في الخصومه واساءه استخدام حق التقاضي اللي كفله الدستور للجميع. عشان كده انا مش مستعجل خالص، وانا مستعد لاي شيء. انا راجل قانون وبحترم قانون بلدي وواثق من موقفي جدا جدا، وثابت بفضل الله زي الجبال بفضل الله عز وجل. ربنا يثبت. تحياتي ليكم وسعدت باللقاء دوت وكلماتكم. ربنا واقف معاك، خير جنود القدر دي بأمر الله يسخرها. الله يسعدك يا محمد ربنا معاك بيه يا سيادة وأخواتي المستشار. العصام بيه وكل بالتوفيق ان شاء اخواتي الله. المحترمين اللي موجودين على ربنا ينصفك قبل ما دايما يا ينزل رب. قبل ما ينزل يا سترونج اديها واحدة بقى. طيب اسيبكم بقى وابقى معاكم تحت مستمعا. انت معلش. فوق ربنا دماغنا. نورتنا حبيبي زي محمد بيه هنعيد. برضه انا عايز اقول كلمتين في حق الاستاذ